السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد يا جماعة قلبه بيبكي على اللي بيحصل في غزة، وأنا شايف إن محتاجين وقفة من العرب أقوى من كده شوية، علشان لما قياداتنا وأجهزتنا الأمنية تقول لنا إن في مخطط على مصر بصفة مستمرة، يبقى ما بيقولوش أي كلام. أهو باين على عينك يا تاجر. إسرائيل بتموت في المدنيين الفلسطينيين بحجة الدفاع عن النفس، اللي هو أنا زقيتك تروح قاتلني عشان بتدافع عن نفسك. حاجة يعني العقل ما يقبلهاش. وطبعا مجلس الأمن الدولي على رأسه أمريكا طبعا اديتهم الضوء الأخضر. اقتلوا براحتكم، دبحوا براحتكم، محدش هيقول لكم حاجة، محدش يقدر يتكلم معاكم. ما أنا مش فاهم يعني في إيه. يعني هو ده حقوق الإنسان؟ ده ما ينفعش في الحروب. يعني اللي بيعملوه إسرائيل ملناش دعوة بالإنسان، نركن الإنسان. ده في الحروب ما ينفعش اللي هم بيعملوه ده. وأمريكا بعت حملتين طائرات، وبعت 5000 جندي علشان تساند إسرائيل. أنا أول مرة في حياتي أشوف حد يجي مع القوي على الضعيف. هم ناقصين؟ لا، يبقى في حاجة لازم نفهم ونفوق. في حاجة، في إيه؟ ولا هو الدنيا كلها تتعكب بعضها علشان خاطر إسرائيل يبقوا مرتاحين؟ نروح نهول إسرائيل، نروح نهولهم بقى، نقعد نهولهم عشان أمريكا تتبسط ومجلس الأمن. يعني بالعقل كده، انتوا ناس مسؤولين عن الأمن في العالم، عن الأمن في الأرض، أمن وسلام البشر كلها. المفروض موضوع زي اللي حصل ده، حماس ضربت ضربة اترد عليها ب500 ضربة، مات ضعف اللي ماتوا في إسرائيل. خلاص يا جماعة، وقف إطلاق النار. ده ما فيهوش كلام. لا، اترفض المشروع الروسي. طبعا أمريكا رافضة، ما تفكرش وراها بريطانيا، انجلترا وفرنسا، وراح راكب القطر معاهم اليابان، و6 ما صوتوش. يعني حاجة تخلي العقل يشت بصراحة. زائد النهاردة بقى الكارثة، يعني كارثة بكل المقاييس. المستشفى اللي اتضربت داخلين على 1000 شهيد. ده ايه ده يعني؟ في ايه يعني؟ ولحد امتى؟ هنقعد نتفرج؟ عمالين يبيدوا في الناس. والمشكلة ان الرسمة والتخطيط اللي في دماغ اسرائيل وامريكا مش هيحصل. ولو هيحصل يبقى عايزين يقلبوا الدنيا كلها. يعني لو هيفكروا انه يحصل اصلا هيقلبوا الدنيا كلها. لو عايزين يريحوا اسرائيل على حساب دول اخرى، اذا كانت مصر ولا اذا كانت الاردن، مش هيحصل. واتقال
وهيتقال تاني وتالت وعاشر. بصراحة الواحد مش لاقي كلام اقوله على اللي انا شايفه. انا قاعد اتفرج جايب كل القنوات، ايه ده، ايه ده، كارثة بكل المقاييس، كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يعني مفيش كلام، مفيش بعد كده، مفيش كوارث بعد كده. واطفال، واللي كان بيقول لك الاطفال الاسرائيليين اللي دماغه مفصولة عن جسمه، لا تعالوا شوفوا، مش كده. وحتى لو شافوا مش هيغيروا شيء. هم عايزين اسرائيل، اليهود، تتحل مشاكلهم على حساب اي حد. ما ياخدوهم يغيروهم في داهية عندهم. ما تاخدهم امريكا تعمل لهم اي ولايه، زي ما عندهم ولايات كتير تبقى ولايه اسرائيل ويغوروا في داهيه بعيد عننا. الله يحرقوا اللي كان زرعهم في المنطقه. نتمنى 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 التحرك بقى يعني باقصى سرعه. مفيش وقت، الناس عماله، ده احنا كام يوم تاني هتبص تلاقي وصلنا 15,000 شهيد، داخلين على 5000 شهيد اهو. الناس عماله تموت يا جماعه. ان شاء الله باذن الله نصحى على قرار العرب بكره باذن الله. يسحبوا السفراء ويرحلوا السفراء بتوع اسرائيل. اي دوله فيها سفير اسرائيلي يغوروا في داهيه بعيد عننا. يا رب تجيلهم شوطه ان شاء الله. السلام عليكم.